بعد كده الانتقال الاشهر، الدويتو الاشهر، الزمالك مفاوضات شد وجذب 2017. لوكا وفلفل في الزمالك، لا لوكا لوحده، لا فلفل لوحده في الاخر خالص. لوكا وفلفل في الزمالك في 2017. نقلة كانت عليها العين، وفقا لكلامي قبل كده مع كابتن حسن يسري انها نقله اتاخرت. يعني كان في مفاوضات قبل كده في اكتر من مره ان لوكا يكون موجود في نادي الزمالك، لكن ما حصلش نصيب. 2017 اتحققت لوكا وفلفل صفقه كومبو مع بعض لنادي الزمالك. الاول اتكلمنا عن كواليس الانتقال، ان يعني بشوف من وجهه نظري المتواضعه ان واحد من اهم الانتقالات الميجر اللي حصلت في التوقيت ده كان انتقال لوكا وفلفل للزمالك. بص انا يعني لو انا جيت اقول في قرارات البني ادم بيبقى وفق بيها بشكل غريب. يعني من اكتر القرارات موضوع انتقال نادي الزمالك. ليه؟ لان احنا ساعتها كان الاهلي والزمالك عمال ده بيلم لعيبه صح، وده بيلم لعيبه، بس الاهلي كان السنه اللي قبليها كسبان، وانا كنت لعبت مع الاهلي بطوله افريقيا ده حقيقي. قبليها. ما انا كنت لسه هجيلك، انت ايه اصلا اللي خلاك تروح الزمالك لما انت اصلا كنت لعبت مع بالظبط الاهلي وجالك عرض من الاهلي؟ بالظبط. احنا لما جينا لما جه كابتن مجدي ابو المجد، هو كان اول واحد كلمني في الزمالك ان احنا نقدر نيجي، وكابتن حسام غريب كان هو ساعتها رئيس الجهاز، وطبعا كابتن احمد الاحمر كان بيتكلم، كذا حد كان بيتكلم. احنا كنا مش هقول لك عندنا قلق ولا 1%. انا مش هنسى يوم الانتقال ده. هم جم دفعوا فلوس نادي الطيران يوم الجمعه، اللي هو ما ينفعش اصلا ولا بنوك فاتحه ولا أيوه. اي حاجه. ويوم الجمعه ده احنا رحنا النادي عشان نمضي في نفس اليوم، ونزلنا التمرين يوم الاحد. يعني كانت اسهل بروسس لانتقال لعيبه من هنا لهنا.